ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ألف مبروك. الصعود أول، كده كده احنا صاعدين أول من بعد ماتش جنوب أفريقيا. ماتش النهاردة ده يعني في ناس كتير أنا متأكد إن هي هتبقى معترضة. ليه؟ ملعبش بالأساسيين. طب حتى كنت عملت ميكس، مثلا أربعة أو خمسة أساسيين مع أربعة أو خمسة أو ستة من الدكة. بس أنا بصراحة يعني شايف، والله مش تطبيل لحسام حسن، بس الراجل بصراحة يعني عدى كل توقعات الناس. فلازم تثق فيه. يعني ايا كان اللي هو هيعمله ايه، لازم تثق في اللي هو بيعمله. آه، انا شايف ان ده كان احسن حاجة ممكن تحصل، ان انت تبدأ ب 11 مختلفين تماما عن ال 11 اللي لعبوا الماتشين بتوع زيمبابوي وماتش جنوب افريقيا، عشان تطمن. انت النهارده لو ما كنتش لعبت احمد عيد، يعني هنفترض مثلا محمد هاني ما كانش موقوف، وجيت لعبته النهارده، طب هل انت كنت هتعرف ان انت عندك احمد عيد بديل كفء؟ من وجهة نظري. نفس الكلام على فتوح، نفس الكلام على كل اللي لعبوا النهارده. انا مش هتكلم النهارده في تكتيك بقى والكلام ده، لان الماتش كان بعيد كل البعد عن الكلام ده. الماتش كان عباره عن ان انت بتجرب اللعيبه البدلاء، علشان قدام لو احتجت حد منهم تعرف انت هتعتمد على مين ومش هتعتمد على مين. وده النهارده اللي انت طلعت بيه، يعني ده النهارده الدرس المستفاد اللي انت طلعت بيه من الماتش. حتى لو كنت خسرت، حتى لو كنت كسبت، وانت اهو طلعت متعادل، النتيجه في الثلاث حالات صدقني ما كانتش هتختلف نهائي. لو كنت خسرت كان معنويا الموضوع ممكن يبقى مش حلو ومش لطيف وكده، بس صدقني ما كانتش تختلف في اي حاجه. انت النهارده الماتش ده كله انت اطمنت بيه على مين اللي يصلح ان هو يلعب بدل الاساسيين لو انت احتجت حد منهم. فتعالى ناخد لعيب لعيب، نتكلم عنه في اقل من دقيقه. مصطفى شوبير، معلش، مع كامل احترامي لاحمد الشناوي، ان الراجل عامل بطوله افريقيا خطيره مع بيراميدز وعامل موسم تحفه مع بيراميدز، بس مصطفى شوبير يا جماعه يعني بجد حرام ان يبقى فيه اي حارس تاني للمنتخب، سواء اساسي او بديل لمحمد الشناوي، غير مصطفى شوبير. الراجل النهارده اتشاط عليه 5 كور، في منهم السهل وفي منهم الصعب، بس حتى الكرة الصعبة بسبب حركته، بسبب تحركاته وبسبب آه، تركيزه، بيبين لك ان الكرة سهلة جدا. مصطفى شوبير النهارده يا جماعة بجد 10 من 10. ما جاش عليه فرص كتير، هم تقريبا 4 أو 5 كور. بس راجل ما فيش ولا واحدة منهم فشل في ان هو يتعامل معاها صح. الكور العالية كلها الراجل بيطلع يمسكها، حتى التحضير من ورا. اعتقد هو اجرأ لعيب في الاربعه، اجرأ حارس في الاربعه اللي في المنتخب بيقدر يلعب بالكره من ورا. الراجل النهارده بيضغط عليه واحد واثنين، بيعملها لوب من فوقيه لاحمد فتوح. يعني الراجل واثق من نفسه، ودي حاجه انا بعشقها في حراس المرمى. فالنهارده مصطفى شوبير 10 من 10. ولو في حارس ينفع يكون اساسي للمنتخب بعد محمد الشناوي، فهو هيبقى مصطفى شوبير بكل تاكيد. طيب، هنمسك الثلاثه مع بعض، خالد صبحي وحسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل. الثلاثه النهارده كانوا 10 على 10. مش عارف خروج محمد اسماعيل ده كان لإصابة ولا لأ، بس لو لإصابة يعني أتمنى إن هي ما تبقاش جامدة. انت مش هينفع تيجي في مرحله متقدمه تلعب بالثلاثه جنب بعض، بس انت النهارده اطمنت ان انت لو ياسر او رامي حد فيهم اتعور، حد فيهم اتطرد، حد فيهم حصل له اي حاجه، الثلاثه اللي هينزلوا بداله سواء كان شحاته او محمد اسماعيل او حسام عبد المجيد، الثلاثه ما شاء الله كويسين جدا. وعلى فكره اكتر خط كان مخوف الناس قبل بدايه البطوله هو خط الدفاع. وسبحان الله انت اول ماتش في البطوله اللي هو ماتش زيمبابوي كان باين ان في شويه ارتباك او كده، بس ماتش جنوب افريقيا وماتش النهارده لا، يبين لك ان الخمس لعيبه اللي متاخدين، لو هنخرج حمدي فتحي مش هنعتبره لاعب مدافع، سواء رامي او حسام عبد المجيد او ياسر ابراهيم او محمد اسماعيل او خالد صبحي، الخمسه لا، اي اتنين هيلعبوا منهم وساقط تحتيهم او قدامهم حمدي فتحي فهم تمام. فطبعا كده كده ياسر ورامي هم الاساسيين، بس لو احتجت حد من الثلاثه دول فتاكد ان هو هينزل يسد. اللي بقى النهارده عجبوني قوي 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 قوي
احمد فتوح واحمد عيد. بجد يا جماعه يعني احمد عيد هو بس انا مشكلته الوحيده بالنسبه لي ان هو في الالتحامات ضعيف، اضعف من هاني. لكن غير كده هو يكسب في كل حاجه، يكسب في التمركز، يكسب في الواحد على واحد، يكسب في سرعته، يكسب في خروجه بالكوره، يكسب في كل حاجه. بجد يا جماعه احمد عيد النهارده انا بالنسبه لي الماتش ده لو هتطلع منه حاجه مفيده، 3 حاجات مفيده اولهم احمد عيد. فالراجل بصراحه جميل جدا. هو ما اعتقدش انت تقدر تلعب بيه لو هتلعب 4، يعني انت لو في ماتشات قدام هتلعب فيها ب4 3-3 او 4-2-3-1 عادي، هيبقى صعب انك تلعب باحمد عيد. ليه؟ لان النهارده في كذا كوره كان مش بيسرح فيهم، بس يعني كانت بتتلعب في ظهره، وكان دايما بتلاقي مغطيه محمد اسماعيل. لكن غير كده الراجل بجد لا يعني عكس كل المتوقع، وانا مبسوط ان هو بدأ بيه. كانت في ناس بتقول لو محمد هاني عشان الطرد فالعب بامام عاشور باك يمين، او العب بزيزو باك يمين، او العب بمحمد شحاته باك يمين. فانا مبسوط قوي ان حسام حسن ما سمعش لكل الكلام ده ولعب الباك يمين التاني. يعني هو جايب التشكيله النهارده فيها 2 باكات، محمد هاني واحمد عيد، فما سمعش لكل الكلام ده ولعب احمد عيد اللي هو بديل محمد هاني، والراجل 10/10. انا مبسوط بيه جدا ونفسي يكمل. يعني انا نفسي في الادوار اللي قدام لو في اي ماتش انت هتلعب فيه ب3 ورا، لا احمد عيد اللي يلعب وينج باك مش محمد هاني. احمد فتوح ما شاء الله، يعني الراجل ما يبانش خالص ان الراجل بقاله كتير بعيد، وما يبانش خالص ان الراجل ما كانش بيشارك بشكل اساسي مع الزمالك. وكان في كذا حد قال لي لما انا اتكلمت على محمد حمدي حلو الماتش الاولاني، كان في كذا حد دخل كتب لي وقال لي احمد فتوح برضو يلعب، وده اللي بان النهارده ان محمد حمدي مش وحش خالص. بس احمد فتوح يعني انا ما اعرفش الحاله اللي بتجيله مع منتخب مصر دي، ربنا يعني يديمها. بس هو بيجيله حاله كده مع منتخب مصر، هو انا هلعب، انا فايق، انا مركز، انا الباك ليفت الاساسي للمنتخب. هي دي حاله بحس ان احمد فتوح اول ما بيجي بطوله مجمعه للمنتخب، احمد فتوح بيخش في الحاله دي، سواء هو بقى بيحصل فيه ايه مع الزمالك، سواء هو بقى بيلعب مع الزمالك دكه معاقب ما ايا كان، لا احمد فتوح 10/10. مهند لاشين يعني اتمنى اصابته ما تبقاش اصابه جامده، يعني اتمنى ان مهند لاشين اصابته ما تبقاش اصابه جامده. ليه؟ لان الراجل ده هو البديل الوحيد في المنتخب لمروان عطيه. النهارده مروان عطيه لو لا قدر الله حصل له اي حاجه، اتعور، اتوقف اي حاجه، هو مفيش حد يصلح ان هو يلعب بداله الا مهند لاشين. ده انت كمان بالعكس، يعني انا اتوقع ان انت في ماتشات انت ممكن تحتاج تلعب فيها بالاثنين في الادوار المتقدمه ان شاء الله. لما تبدا تلعب ليفل اعلى من ده، لا انت في ماتشات ممكن تحتاج تلعب فيها بالاثنين. فاتمنى الاصابه النهارده ما تبقاش وحشه. مهند لاشين الله اكبر عليه، الراجل النهارده بيبروز مستواه اللي عامله مع بيراميدز السيزون اللي فات ده كله، هو بيبروز ده النهارده مع المنتخب، سواء النهارده او في الماتش اللي فات. لا مهند لاشين ما شاء الله عليه، لعيب جامد قوي 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 قوي. ان شاء الله الاصابه بتاعته ما تبقاش خطيره. محمود صابر يعني انا مش هعرف اقيمه، او ما حدش عارف يقيمه، لان هو كان بيلعب في مكان برده مش مكانه. يعني محمود صابر ده النهارده هو لعيب جناح او لعيب صانع العاب. انا ما فهمتش هو النهارده هو بيلعب جنب مهند لاشين، ولا هو بيلعب مهند لاشين لوحده على الدايره وكان قدامه محمود صابر وابراهيم عادل، وقدامهم 2 مهاجمين صلاح محسن ومصطفى محمد، ولا انا ما فهمتوش. فالراجل كده كده هو لعيب جامد، وشفناه في ماتش نيجيريا الودي اللي كان قبل البطوله. بس يعني قدام، لا قدام لو احتاجته هتلاقيه لعيب ما شاء الله. البدني بتاعه عالي قوي طول ال 50 دقيقه او ال 60 دقيقه او ال 45 دقيقه، مش متذكر هو خرج امتى بالظبط. الراجل ما بيقفش، فهو يعني يلعب بس في حتته اللي هي صعب ان هو يلعب فيها للاسف، لان مكانه فيه مرموش وفيه تريزيجيه وفي لعيبه كتير. يعني اتمنى ان هو ان شاء الله الفتره اللي قدام لو احتاجناه هتلاقيه. مصطفى محمد كده كده، انا مصطفى محمد بالنسبه لي لو هتيجي النهارده تقول المهاجم رقم 1 في مصر، هو هيبقى مصطفى محمد، مع كامل احترامي لاي حد تاني. مع كامل احترامي لاي حد شايف اي حاجه تانية، انا بالنسبه لي مصطفى محمد هو المهاجم رقم 1 في مصر. مصطفى محمد النهارده لعب الشوط الاولاني كله، الراجل
تقريبا ما وصلوش اي حاجه عشان خاطر الكره تجيله، كان هو اللي بيسقط لنص الملعب يجيبها. وكنا شايفينه النهارده بيلعب مهاجم تاني هو وصلاح محسن جنب بعض. فمصطفى محمد انا ما اعرفش هو خرج ليه بين الشوطين، ممكن يكون اشتكى من حاجه او كده، فحسام حسن فضل ان هو ما يجازفش ويخرجه، او ممكن تبديل فني. بس لو تبديل فني فانا هنا بقى هقف، يعني هو لو فنيا، لو خروج مصطفى محمد فنيا ان مصطفى محمد يخرج وصلاح محسن يلعب 90 دقيقه، فانا هنا دي لازم اقف فيها. انا ما اعرفش اصلا صلاح محسن ده متاخد بيه. يعني الراجل ماشي كويس مع المصري في الدوري وفي الكونفدراليه، بس يعني انا المبرر الوحيد اللي يخلي صلاح محسن ده يتاخد في المنتخب هو ان اسمه صلاح. فانت عشان انت بتحب محمد صلاح بقى، واحنا الشعب كله بيحب محمد صلاح، فصلاح صلاح، فطب ده اسمه صلاح، هات صلاح. فممكن مثلا تبقى ايه، عايز تعمل واحده كده مراوغه لاي حد اللي هو ايه صلاح، فيفتكروا صلاح محسن فيلاقوه محمد. يعني هي اكيد ليها حاجه لفه ورا الموضوع ده، ان ده السبب اللي مخلي صلاح محسن النهارده متاخد وبيلعب ولعب النهارده 90 دقيقه على مثلا حد زي اسامه فيصل، او لعب 90 دقيقه ومصطفى محمد اتبدل في الدقيقه 45 بين الشوطين. فانا صلاح محسن بالنسبه لي بجد هو ولا سرعه اللي كانت عنده زمان، ولا ارتقاء اللي هو كان عنده زمان، ولا فينش، ولا تحركات، ولا بيعرف يعدي واحد على واحد. هو انا اتفرجت النهارده 90 دقيقه من اللاشيء، حرفيا والله 90 دقيقه من اللاشيء. ف يعني اتمنى ان شاء الله مصطفى محمد ما يكونش خرج للاصابه، واتمنى ان حسام حسن بقى يعمل الترتيب كالتالي: ان مصطفى محمد هو المهاجم الاول، اسامه فيصل هو المهاجم الثاني، عمر مرموش لو احتاجته كمهاجم هو المهاجم الثالث. بس مفيش بقى حاجه بقى، يعني مش انت ما تستناش ان انا هقول لك بقى وصلاح محسن لا خلاص، هو مصطفى محمد، اسامه فيصل، ومرموش كده كده بقى، سواء كجناح او كصانع العاب زي ما لعب في ماتش زيمبابوي الشوط الثاني كله. لو احتاجته بقى كمهاجم هيبقى هو المهاجم الثالث. لكن اشوف صلاح محسن تاني بيلعب لحد اخر البطوله، ده بالنسبه لي هيبقى يعني انتوا فاهمين بقى. زيزو ومصطفى فتحي. زيزو النهارده ورانا شوط بتاريخ مش عارف تاريخ كام، اللي هو اول موسم ليه مع الزمالك، اما كان حرفيا يعني الكوميكس كلها كانت متمحوره حول زيزو. لما كان بقى لسه جاي الزمالك بجد ضايع. يعني انا مش هتكلم على الكرة اللي هو حب يقطم فيها ويشوطها بشماله، رغم ان هو شماله وحشه ومصر كلها عارفه ان هو شماله وحشه، وهو عارف ان هو شماله وحشه، وهي معدوله لك على اليمين، وهي دي بتاعتك طق في سقف الجون، خلاص شكرا. لا انا عايز اخدها كده واخدها كده واخدها كده طب ليه كل ده؟ وبعدين لو خدتها على شمالك هتعمل ايه؟ ما هي شمالك وحشه، وكلنا عارفين ان شمالك وحشه. انت لعبت جناح يمين في الزمالك عشان انت ما بتعرفش ترفع بشمالك، وكان بن شرقي اللي بيلعب جناح شمال. فكلنا عارفين ان انت شمالك وحشه، فليه بقى؟ ليه؟ دي ماشي، يعني دي اتفهمها، مهاجم ولعيب هجومي فضيع تمام. لكن في كوره بقى في نص الملعب، ناس كتير قوي طالبه ان زيزو يبقى رقم 8. طب يا جماعه النهارده في كوره كانت في اخر 5 أو 6 دقائق، اكيد كله شافها، وهو بيرجع الكوره ورا، هو حرفيا رفع عينه وبص وشاف في 2 لعيبه من انجولا وقام مديهم الباص في رجليهم، وراحت علينا بهجمه كانت خطر قوي وكانت ممكن تدخل جول. فليه؟ يعني انا مش عارف ليه. فزيزو انا عندي علامه استفهام عليه قوي من اول البطوله عامه، مش الماتش ده بس. فاتمنى ان هو يجيب مستواه، لان انت كده كده هتحتاجه. يعني انت كده كده سواء انت بقى في حد جاهز مش حد جاهز، حد سنين مش حد سنين، انت كده كده زيزو هتحتاجه. فاتمنى ان هو يدرك ده ويركز ان هو يا عم هات حتى نص او 3/4 مستواك، مش هقول لك هات بقى مستواك كله، لان اللي شفته النهارده واللي شفته في الماتشين اللي فاتوا، لا انا زيزو غير راضي عنه تماما. يعني مصطفى فتحي بقى هو يعني هو الراجل اصلا ما بيلعبش اساسي في بيراميدز، يعني هو الراجل حاليا ما بيلعبش اساسي في بيراميدز، فليه بقى؟ وحتى لما كان بيلعب اساسي في بيراميدز او كان بيلعب اساسي في الزمالك، الراجل يا جماعه في الماتشات اللي هي بتبقى ضد فرق افريقيه جامده دي، الراجل وحش وحش. الماتشات دي مش عايزه لعيب زي ده. يعني
مصطفى فتحي انا عامه انا مش بنتقد حسام حسن ان هو لعبه، انا مبسوط ان حسام حسن لاعب اللعيبه دي. لا، مبسوط ان هو لاعب مصطفى فتحي، ومبسوط ان هو لاعب صلاح محسن، مبسوط ان هو عمل كل ده، مبسوط ان هو لاعب احمد عيد وفتوح عشان نشوفهم ونطمن ان لا الاثنين ما شاء الله عليهم. مبسوط. كل دي حاجات بالنسبه لي دي بسطاني. ف... فانا بالنسبه لي لا، مصطفى فتحي بعيد قوي، بعيد قوي قوي. يعني انت النهارده لو هتحتاج جناح يمين بدل صلاح، لو لا قدر الله لا قدر الله حصل اي حاجه لصلاح، اكيد مش هيبقى مصطفى فتحي، اكيد مش هيبقى مصطفى فتحي. فاخر لعيب هتكلم عليه عشان اديله الكريدت بتاعه يعني هو ابراهيم عادل. يا جماعه الراجل ده هتتفق او تختلف، النهارده انت ممكن تكون شايفه مش كويس، بس الراجل ده هو يعني انا بالنسبه لي هو لعيب مصري بس بمقوماته بامكانيات لعيب اوروبي في الالتحامات وفي ان هو يعدي على واحد على واحد. بص، مع كامل احترامي لمرموش ولصلاح ولتريزيجيه، بس انت النهارده والزيزو، بس انت النهارده في المنتخب ده ما عندكش ولا لعيب قادر يعدي واحد على واحد غير ابراهيم عادل. قادر يعدي واحد على اتنين. ابراهيم عادل قادر ان هو يعدي واحد على اتنين، ولعيب جريء قوي على الجون. وهو اتظلم النهارده ان هو اتحط في وسط 10 لعيبه مش اساسيين، فدي حاجه تظلمه. بس النهارده على مدار 90 دقيقه ابراهيم عادل عالمي، ابراهيم عادل عالمي. وانا يعني اتمنى ان هو ياخد، يعني اتمنى ان هو ياخد بقى مع مصطفى محمد ومع مرموش ومع صلاح ومع تريزيجيه وانت بتلعب بالاسين. اتمنى ان ابراهيم عادل ياخد مع الناس دي، لان هو هيبقى فارق كتير قوي 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 في شكلك قدام، وفارق كتير قوي في الفينش، وفارق كتير قوي في صناعه الهجمات طول ما هو هيلعب مع الناس دي. لكن انت النهارده ما تجيش تحكم عليه في وسط الناس دي كلها. هتقولي طب ما اللعيبه التانيه مش عارف ايه. لا، هو ابراهيم عادل النهارده ما كانش وحش، ابراهيم عادل النهارده كان جامد قوي. فانا بديك بس تخيل ان الراجل ده لو لعب مع اللعيبه الاساسيين هيبقى شكله عامل ازاي. ابراهيم عادل يا جماعه لعيب عالمي ما شاء الله عليه. فيعني ده مش هيحصل، لان حسام حسن بيعشق تريزيجيه. حسام حسن بيحب تريزيجيه قوي. طلع قبل كده في مؤتمر صحفي قال تريزيجيه اهم لعيب عندي في المنتخب، والناس انتقدته وبتاع عشان ازاي تقول كده وانت عندك صلاح، وهي نفس الناس اللي انتقدته عشان قال كده هي اللي تنتقد صلاح. ما علينا يعني. آه آه، طلع قال بكل بساطه انا تريزيجيه اهم لعيب عندي في المنتخب. فاتوقع ان ابراهيم عادل يعني مش هيبدا اساسي على تريزيجيه الا لو تريزيجيه حصل له مشكله، سواء اتوقف او اتصاب او اي حاجه زي دي. فابراهيم عادل ساعتها هيلعب بقى، ياخد هو الجناح الشمال دي. وابراهيم عادل على فكره في بيراميدز كان بيلعب مهاجم في ماتشات وفي الفرقه بتاعته في الامارات بيلعب مهاجم كتير قوي. فهو انت قادر برضو ان انت تيجي في ماتش من الماتشات تلعب بابراهيم عادل مهاجم عادي، تلعب بابراهيم عادل وصلاح ومرموش وتريزيجيه. مرموش بقى كلاعب ورا المهاجم كشادو سترايكر زي ما لعب الشوط الثاني كله في ماتش زيمبابوي، وتلعب بصلاح وتلعب بتريزيجيه عادي جدا، وتلعب بابراهيم عادل مهاجم. اتوقع ان هو هيبقى جامد قوي فيها. فبس دي كده كانت كل حاجه والف مبروك الصعود كاول. وان شاء الله احنا هنقابل تالت المجموعة A أو C أو D. لسه بقى هنشوف الماتشات، باقي الماتشات هيحصل فيها إيه. وأيا كان يعني اللي هنقابله، وأتوقع إن شاء الله هنعدي منه، وبإذن الله طريقنا يبقى سهل. بس أنت لو خلاص بقى بدأت تطمع وبتتكلم في إن أنا بقيت منتخب مرشح وإن شاء الله هاخد البطولة بعد ما كان كل الناس بتقول يا رب نعدي دور المجموعات أو نوصل لدور الثمانية، أبقى راضي جدا. وكل المحللين والنقاد والصحفيين واليوتيوبرز يرجع شوف قبل البطوله يقول لك احنا لو وصلنا لدور الثمانيه يبقى حسام حسن عمل انجاز. فالنهارده الراجل خلاك تطمع انك تاخد البطوله. فايا كان طريقك هيبقى عامل ازاي، هتقابل مين، هتقابل نيجيريا، هتقابل السنغال، هتقابل ساحل العاجه، هتقابل الكاميرون، ايا كان طريقك مين، انت طالما خلاص بقى حطيت في دماغك ان انا اخد البطوله مش هيفرق معاك هتقابل مين. فبس كده كده دور ال 16 هيبقى ماتش سهل، لان انت هتاخد واحد من ثالث المجموعه A او ثالث C او ثالث D. فان شاء الله يعني نكمل في البطولة وإن شاء الله نوصل للنهائي، وأنا متفائل. وبس يعني ده كده كان كل حاجة، وأشوفكم تاني قريب. كان معكم أحمد خالد. السلام عليكم.